بتعيط ليه؟ هو ضربك؟ معلش. زقك وشتمك؟ ما يقصدش، بسيطة بسيطة، كبر دماغك. لو ابنك الصغير، وبتكلم بالذات على السن الصغير قليل الحيلة اللي لسه ما بيعرفش يتصرف، جه وحكالك ان حد من صحابه ضربه او شتمه او اذاه او اتريق عليه، وجاي يستنجد بيكي علشان تحميه، وده كان رد فعلك علشان ما تضايقيش صاحبتك او ما تضايقيش قريبتك، فعايزه اقولك جمله مهمه جدا: لا تجاملي ابدا على حساب اولادك. انت عارفه المسج اللي انت وصلتيه له ايه برد فعلك ده؟ تنازل يا حبيبي عن حقوقك، خلي الناس تديلك بالجزمه واسكت، اقبل بمعامله دونيه انت لا تستحقها. الافكار دي لو ترسخت في دماغه هيكبر شخص، عارفين اللي بنقول عليه عامل خده مداس للناس، بقى عنده ازدواجيه في التفكير. اهلي ربوني اني ما غلطش في حد، ما اشتمش حد، ما قلش ادبي، بس في نفس الوقت اقبل بده لما الناس تعملني بيه. هتقولي لي طيب ما انا مش عايزه اكبر الموضوع، مش عايزه اعمل خلاف مع صاحبتي او مع قريبتي. الموضوع ما فيهوش خلاف خالص، حضرتك هتتكلمي باسلوب فريندلي بس حازم. حازم يعني انت بتقصدي كل كلمه بتقوليها، بس بتقوليها بذوق وادب. تقولي لها حبيبتي انا معلمه ولادي ان هم لا يشتموا حد ولا حد يشتمهم، لا يضربوا حد ولا حد يضربهم، ولما بيعملوا سلوك غلط بطلب منهم ان هم يروحوا يعتذروا على طول. تحبي ان انا اتكلم وتقولي اسم ابنها؟ تحبي ان انا اروح اتكلم معاه ولا انت تقولي له بقى؟ ما هم اطفال صغيره لسه بيتعلموا، بس انا مش معوده ابني انه يقبل بكده ابدا. اوعوا تربوا ولادكم ان هم يتنازلوا عن حقوقهم، ان هم رخاص، ان هم ما يستاهلوش، ان هم قليلين قوي. في نماذج بتقطع القلب، تلاقي زوجه شابه ايده صوابعها العشرة شمع لجوزها، بتتضرب، بتتهزق، بتتهان، بتشتم. لما تيجي تتكلمي معاها هي مقتنعه ان هي تستاهل ده تمامها، ما تستحقش اكتر من كده، لان هي اتربت كده وجوزها الله يسامحه استغل كده وجي عليها بزياده. تلاقي شاب طموح وشاطر جدا بس شخصيته ضعيفه قوي، مهزأ، كل الناس بتيجي عليه. هل ترضوا ان ولادكم شخصيتهم تتشوه وهم اطفال كده، وشخصيتهم تبقى غير سويه لما يكبروا كده؟ ان الناس تبقى واخداهم مداس رايح جاي، ان هم يتنازلوا طول ما هم عايشين؟ حرام نعمل كده في ولادنا، حرام.